3 علامات بتقول ان جسمك محتاج ميه. اول حاجه لون البول غامق، تاني حاجه صداع وتعب بدون سبب، تالت حاجه جفاف في الفم او الشفايف. يبقى هنا الحل ان انا بشرب ميه كافيه على مدار اليوم. طيب لو انا بشرب ميه كافيه ولسه حاسس بالعطش، مش كل ترطيب معناه ميه، بالذات مع الحر الشديد. ان انا دلوقتي فتره المصايف، رايح مصيف، بتعرض للحر بقى فتره كبيره في اوساط البحر والميه، بفقد سوائل، بفقد املاح، او انا بروح الجيم بعد التمرين. يبقى انا دلوقتي الجسم محتاج ميه زائد املاح. النهارده جاي اكلمكم عن ليميتلس هايدريت. ليميتلس هايدريت ده فيه صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وجلوكوز واكسيليتول. دي الكترولايتس بمد الجسم بالميه، يعني ما بغنيش على الميه، لكن بزود ان انا بزود الالكترولايت او الاملاح اللي الجسم محتاجها في الحر في المصيف بعد التمرين. هو عباره عن اكياس، باخد كيس على نص كوبايه ميه بتعوض يبقى انا بشرب الميه بتاعتي كويس على مدار اليوم، وفي نفس الوقت باخد الالكترولايت او الاملاح اللي انا بفقدها مع الحر مع التمرين مع المصيف، وبالتالي الجسم بيحصل الترطيب كويس، وبتزول الاعراض اللي هي التعب بدون سبب، الصداع، جفاف الفم والشفايف، لون البول الاصفر، الكلام ده كله. ويبقى انا يبقى ده عوضني عن الاملاح اللي انا فقدتها. وده مش بديل عن شرب الميه، لا، بشرب مع الميه على مدار اليوم زي ما اتفقنا. وفي نفس الوقت لو انا في قيء واسهال، يبقى ده برده مش هيعوضني عن الاملاح اللي بفقدها، يبقى انا براجع الطبيب عشان اشوف قيء واسهال. لكن انا بتكلم في الحالات العاديه اللي هي انا بشرب ميه بس في نفس الوقت لسه عندي صداع، عندي تعب بدون سبب، لون البول الاصفر، يبقى انا محتاج ميه زائد املاح او الكترولايت. الليميتلس هايدريت اكياس دي فيها صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، جلوكوز، اكسيليتول. الالكترولايت الهامه اللي هي الاو ار اس اللي بتعوضني على الجفاف او تديني ترطيب طول اليوم. تحياتي. علامات الجسم بيديها لي عشان اتجه للطبيب المختص او اعمل التحاليل المطلوبه. بالنسبه لتورم القدمين، يبقى ده سكر من النوع الثاني. حكه في القدمين، يبقى انا عندي مشاكل في الكبد. لو في فطريات في اظافر صبع الرجل الكبير او صبع الرجل الصغير او صوابع الرجل بصفه عامه، يبقى دي مشاكل في الامعاء. لو عندي الم في الكعبين، يبقى دي نقص فيتامين د او في املاح زياده. لو عندي تشنجات في العضلات، يبقى ده نقص مغنيسيوم. عندي تنميل ووخز في القدم، يعني بحس زي الدبابيس كده، يبقى ده نقص فيتامين ب1 او ب12. لو عندي تشققات في الكعبين، يبقى ده نقص فيتامين بي 2. طبعا لو انا عندي الاعراض دي سريعا بعمل التحاليل المطلوبه، او ابدا اخد العناصر الفيتامينات او المعادن اللي ناقصه معايا. تحياتي.